بعد الجدل اللي سببته الحلقة التجريبية اللي فاتت، وبعد ما رصدنا كتير من تعليقات الليبراليين عليها اللي 90% منها كانت عبارة عن شتيمة وسب دين، اتبقى لنا 10% بس تعليقات مفيدة. شلنا 5% منهم لأنهم كانت عبارة عن حرف واحد متكرر مش فاهمينه، وال5% الباقيين بيدوروا حول إن انتوا الإسلاميين يعني عبارة عن تجار دين ومتأسلمين، فقررنا نسكت خالص ونتعلم ديننا من أول وجديد على إيد الليبراليين. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد بردعي المنتشاوي. نون والقلم وما يسطرون، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد أن سمعنا قراءة المبدع العاصم، ننتقل الآن للقارئ الشيخ إبراهيم بن عيسى الحملاتي. هم يقرأوا كتابية، هم سلطانية 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 سلطانية، لا ده سلطانية مش سلطانية، لا سلطانية. والآن مع درس الفقه لدكتور الفقه المقارن عمرو فرفور حمزاوي، يشرح لنا من كتاب فقه الزواج الليبرالي. انا بص، الفكره الديمقراطيه كلها قايمه على تعظيم الاختيار، مش بس عشان حاضر يعني انت شايف تعظيم الاختيار. موافق؟ انت بتسالني انا موافق؟ طبعا موافق ان هو يكون متاح كاختيار، ان واحده مسلمه تتجوز على مسيحي. انا مش شايف ان دوت في اي انا يا فندم بفهم. اسمع، انا عارف، انا بقول لك، انا بقول لك رايي بصراحه. هل اغلبيه المجتمع هتوافق على رايي ولا لا؟ دي حاجه تانية. لكن عشان اكون متسق مع افكاري ومع قناعاتي، انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه وللمواطن، ان في احوال شخصيه وفقا حر. دي ديمقراطيه. وبخصوص الزواج وقضايا المرأة، نشاهد الآن فضيلة الشيخة إسهال بركة. احنا قلنا كلمتنا، الحجاب ليس فريضة، لا يوجد في القرآن الكريم والسنة ما يفرضه على الناس، واللي موجود أشياء كلها يعني تفهم حضرتك فسرت الآيات الأربعة في القرآن بأن هم ليسوا معنى الحجاب بمعنى غطاء الرأس. أنا فسرتش، أنا ما فسرت، أنا جبت تفسير القدماء. تفسير القدماء. عودي يا هاريس، عودي لأخي تاتون. ومعنا اتصال تليفوني مدام تهاني من اسكندريه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصراحة أنا شفت فتوى الشيخة إسهال بس أنا مش مقتنع. طب حضرتك بتثق في مين من أهل العلم؟ الشيخ إبراهيم عيسى. طيب نشوف رأي الشيخ إبراهيم عيسى ونرجع تاني. مفيش حاجة في الدين اسمها حجاب. حجاب المرأة شيء لا وجود له في الدين. الحجاب بمعناه غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصرية أو حياتنا العربية مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده. اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز، ده الحجاب ده اللي موجود في القرآن. ولما تدور كمان مفيش في السنة النبوية أي حديث شريف يقول تحجبي، مفيش كلمة تحجب دي، حتى كلمة التحجب والمحجبة دي مفرداتنا احنا. شفتي يا مدام تهاني؟ مدام تهاني؟ مدام تهاني؟ تهاني! أما الآن فمع درس الشريعة والواقع لنخبه من مشايخ التيار المدني. عمرو دلوقتي بتدعو الى قطع يد السارق ورجم الزاني والزانيه مثلا. مش ده في احكام اللي فاتت. هل دي الدوله والمجتمع اللي انت عايزه؟ ليه ما تقدرش تعمل كده؟ هتنتهك حقوق الانسان وهتبقى خارج المجتمع المدني. يا دكتور وسام، هل هي دي الدوله اللي انت عايزها؟ ما تقدرش تعمل كده دلوقتي.
هو مش الدين بتاعنا بيقول لنا كده؟ لا، وبني الاسلام على ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله ومحمد رسول والصلاة الله. والصوم والزكاة والحج والصلاة. انت تخليهم 6 بقى؟ هو ده الاسلام. لا، ما في احكام في الاسلام. ايوه بعد كده دي مالهاش علاقة بالدين الاسلامي. أبا بتكلم عن الإسلام أنا من منطلقي كشخص، بقول أنا أسبقيتي الأولى النهاردة إن أعلم ال 34% من الشعب المصري إنه يقرأ قرآن. علمهم يا مولانا. نون والقلم وما يسطرون، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. معنا عادل من الغربية، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت عايز أعرف من الشيخ البرادعي يعني إيه شريعة؟ سيدنا علي بن أبي طالب قال لك القرآن حمال أوجه. حمال أوجه. حمال أوجه. اتركوه فانه حمال اوجه. سلام. اتركوه فانه حمال اوجه. سلام. اتركوه. خليكم بقى مع البرادعي عشان تفهموا يعني ايه شريعة. يعني بتقرا ادي القرآن، صحيح، ادي الشريعة، صحيح. بين العقل وبين النص، بين التفسير الباطني للنص والتفسير الظاهر. يعني الشريعة دي وربنا ادانا. انا مصري ما عنديش غير ان المسلم. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجينا. واترككم الآن مع درس العقيدة للمخرج الشيخ خالد يوسف. أنا مع حرية العقيدة بما فيها حرية الإلحاد، صح ولا غلط؟ ده مش انا، ده ربنا والقرآن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني فحرية العقيدة مكفولة، اللي عايز ده ربنا ادى للناس اللي هو خلقهم حرية ان هم يكفروا بيه. انا اللي هاجي اقول انا ضد حرية الالحاد؟ لا، عايز يلحد يلحد. والقرآن مليء بالآيات اللي بتتكلم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي يا جماعة، هو اللي حفظكوا الآية دي ما حفظكوش بقيتها؟ عشان في ناس هنا هتقول يبقى ما حدش يعتدي على الدين بقى، يبقى ازدراء ديان على طول، صح؟ لا، مش صح. ازدراء الدين ازدراء لفكرة، حتى لو كانت فكرة مقدسة عند أصحابها هي برضه فكرة. تبقى تهمة ازدراء دين الأغلبية دي أو تهمة ازدراء الدين السماوي دي تهمة باطلة في رأيي، وخصوصا نفس الدولة أصلا بترتكب جريمة في حق الحقوق لما تقول المواطن أنت ما ينفعش تبقى بوذي ولا هندوسي ولا بهائي، دي أديان فاسدة وبايظة. هي أصلا كسرت ميزان العدل وهي بتعمل كده. ما ينفعش الدولة تحمي أفكار المواطن ده من إن حد يمسها بسوء عشان مسلم، وما تحميش أفكار المواطن اللي واقف جنبه عشان ملحد. لا يجوز. هو أنت ما حرمتش؟ والآن مع درس السلوك والأخلاق مع الداعية عادل حمودة. بعدين ليه بنعتبر الجنس مشهد غير نظيف؟ عمرنا ما سمعنا كلمة تحرش جنسي إلا عندما تغطت المرأة في مصر. بنتي تعمل اللي هي عايزاه، تمثل مشاهد إغراء. بص حضرتك، بنتي تعمل اللي هي عايزاه متى بقى عندها 21 سنة ومسؤولة عن نفسها. هي تصنع ما تشاء لأن هي مسؤولة عن نفسها وهي اللي تقرر لنفسها. طبعا في موضوع زي ده ما يفوتناش البرادعي. ده رئيس انجلينا جولي مش اي كلام. بالظبط، وكلنا كنا غيرانين منه. طب الراحه عليه. طيب تمام. انت ما خفتش من البوسه دي يا دكتور؟ لا والله ما خفتش خالص. انا بقالي 50 سنه هي دي اسلوبي في السلام عشان عايش بره. مع السلام مع الناس. بقالك 50 سنه بتبوس. خش يا شيخ خالد. يا واد يا نمس.